تعالَ أورّيك تمرينة كاملة تقدر تطوّر بيها أي لاعب، لإن التمرينة دي فيها كل مهارات الكورة. طبعًا أول حاجة بدأت بيها هو الfootwork طبعًا المهم جدًا، والfootwork هو معايا في كل أجزاء التمرين لنهاية التمرين. ده كان الجزء الأول. ده بقى الجزء التاني footwork خرّج باص، استلم الكورة بالخارجي وراح جري بيها dribble زجزاج عرضي. يبقى أنت هنا هتعرف إن في 3 مهارات، التمرير والاستلام والجري بالكورة زجزاج عرضي. ادي بدأت اهو فوتورك، عمل الباص، استلم قبل كده بالخارجي، هيستلم المرة دي بالداخلي وهيجري دريبل ادي كده زجزاج. ده كان الجزء التاني من التمرين. خلي بالك انا هطور من النموذج ده الجزء التالت. برضو فوتورك، عمل باص، استلم بباطن القدم، جري دريبل. الجزء التالت من النموذج هيعمل ايه؟ عمل باص، جري هناك عشان يستلم الكورة العالية، ودي مهارة انا ضفتها على المهارات اللي انا قلتها. وطبعا خرج الباص ليا. هنا طبعا فوتورك هيعمل ايه؟ باص، هيستلم بالخارجي المرة دي. يعني انا مرة خليته بيدخل مرة بالخارجي، لازم ينوع في التمرين علشان يقدر يستفيد بقدر الامكان. وهنا طبعا هيستلم الكورة العالية وهيعمل ايه؟ وهيخرج باص. طيب اتفرج بقى كده، ده الجزء الرابع من النموذج ومن تطويره. طبعا فوت ورك، باص، استلم الكرة باطن القدم، جيري دريبلينج. كل ده انت بتأكد على المهارات دي، عشان كده بقول لك مليون المية اللاعب هيتطور. هنا يستلم الكرة العالية. وطبعا في الجزء الرابع من التمرين هيعمل إيه بعد ما يستلم الكرة العالية؟ هيجري يشتغل زجزاج طولي. ده التطور الرابع للنموذج وهيخرج باص. شوف كده ادي اهو فوتورك، زي ما قلت لك الفوتورك معايا في كل تمرين. ده لازم استلم بالخارجي، هيشتغل زجزاج زي ما انت شايف كده. عمل باص، هيروح يستلم الكرة العالية. طبعا حركة اللاعب بطأت شوية لأن طبعا ده مجهود بدني بينفذه. هنا استلم الكرة بصدره وكانت صعبة عليه، وهيشتغل الزجزاج الطولي. طيب وخرج باص. طيب هنا بقى الجزء الخامس من التمرين وده النهاية. عمل الفوتورك، عمل باص، استلم الكورة، هيجري زجزاج عرضي. وقلت لك ان النموذج ده هقدر اطور منه 5 مرات. بدأ ده فوتورك، بعد كده اشتغلت فيها كل مهارات الكورة. هنا هيستلم الكورة العالية وبعد كده هيروح على الزجزاج الطولي. وطبعا التطور الأخير كان تصويب على المرمى زي ما انت هتشوف. هيعدي من المدافع ويقوم مودي كورة في المرمى.